صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي انتوا بتتفرجوا عليا فيه. حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ بمناسبة الاسعار طبعا الصعبة اللي كلنا شايفينها وكلنا بنمر بيها. النهاردة هعمل لكم اكلة شتوية زي الفراخ المقرمشة كده الكنتاكي، وهتعجبك الطريقة دي قوي، جربيها. احلى من الطريقة التقليدية بتاعتنا. ده قرنبيط هعمله لك مقرمش كده زي الفراخ المقرمشة، هيعجبهم قوي في البيت. جربيها وقولي لي ايه رأيك. وهنا محضرة معايا قرنبيطة، ونسمي بسم الله كده ونبدأ نقطعها واحدة واحدة، طبعا الوردات الجميلة الشتوية اللي احنا بنحبها دي. اهو انت بس مجرد ما تقطعيها من ورا كده هتلاقيها بتفك معاكي على طول. طبعا يا جماعة بذكركم باشتراك في القناة، وتعملوا لي لايك وتعليق حلو كده، وتفعيل الجرس اللي تحت اللي انتوا شايفينه كده عشان يوصلك كل جديد. اهو بص بقطع فيها كده، بجرب بس بقطع اهي يعني مجرد ما اشيل الحتة دي هي هتطلع معايا لوحدها اهي زي ما انتوا شايفين اهو. وهنا بقى عشان ما اطولش عليكم انا قطعتها وجبتها لكم، شطفت كده القرنبيط شويه. وبعد كده هنا ببقى محضره معايا ميه مغليه، واحط عليها كمون وشويه لبن وملح وقرن فلفل حراق كده بيدي نكهه حلوه. طبعا الكمون عشان يقلل الانتفاخات معاكي، اما بقى بالنسبه للبن بيقلل الريحه بتاعه القرنبيط النفاذه دي، وبيديكي لون ابيض زي القشطه كده. والفلفل الحراق برضو بيغير طعمه كده بيدي نكهه حلوه. شايفين يا جماعة القرنبيط ابيض زي القشطة ازاي؟ اهو شايفين. وهنا بقى يعني ما تحط طبعا القرنبيط ما بنطولش عليه قوي، هو 10 دقايق عشان ما يتهريش معاكي. خلاص كده هنا ما فيش 10 دقايق وطلعته. ويلا بينا بقى اقولك على الخلطة اللي هتديكي طعم مقرمش كده زي الفراخ، ويلا بينا بسم الله. هنا اول حاجة ببقى محضرة معايا كوباية ونص دقيق وكوباية لبن، وبيضتين، والبيض طبعا بتحطي له فلفل اسود عشان الزفارة. وبتحضري معاكي طماطمايه كده. باخد كوباية اللبن والبيضتين والطماطمتين بضربهم في الخلاط، وبحطهم على الدقيق والنشا والبيكنج باودر. ودي الخلطة يا جماعة. ملح وفلفل وكمون وكزبرة وكركم، ولو عندك بابريكا وبصل بودر وتوم بودر. طبعا البصل بودر والثوم بودر برضو بيديكي قرمشة. اهو زي ما انتوا شايفين ضربت في الخلاط اللي هي اللبن والبيض والطماطم، وحطيتهم على المكونات الجافة، وحطيت عليهم التوابل، واقلب فيهم كده كويس قوي. وهنا احط القرنبيط بقى تحطيه فيه يقعد ساعة في التلاجة عشان ياخد بقى الطعم بتاعه كده. غطسيه في ال في الخلطة بتاعتك دي ساعة، وحطيه في التلاجة. ويلا بينا هنا بقى نقلي معانا. هنا انا بقلي في دقيق ابيض على دقيق اصفر اللي هو دقيق الذرة الاصفر ده. بيديكي لون حلو للفراخ، وبيدي قرمشة برضو حلوة. اهو شايفين يا جماعة. هو بس هنا لونه مش باين، بس انا حاطه لون زي ما بقول لكم كده دقيق ابيض على دقيق اصفر. طبعا لو مش عندك خلاص يعني الدنيا مش هتقف، اعمليه في دقيق ابيض بس. وبصراحة يا جماعة الطريقة دي فعلا فعلا عجبتني اكتر من الطريقة التقليدية بتاعتنا. يعني اديته قرمشة كده، وحسستني ان انا باكل حاجة زي الفراخ المقرمشة كده، فكان طعمه بصراحة يعني جربوا وانتوا بنفسكم اللي هتقولوا ان الطريقة دي احسن من الطريقة العادية بتاعتنا. وطبعا انت يعني لو عملتيه كذا مرة ممكن تجربي دي وتجربي دي وتقولي انهي الاحسن. ولو جربتوه اكتبوا لي في الكومنتات ان انتوا جربتوا الطريقة وعجبتكم. طبعا انتوا لو خدتوا بالكم من الكلام انا عمالة اقول لكم هحط الفراخ في الدقيق، مش قرنبيط. وبتحطي برضو على الدقيق اللي انت بتقلي فيه ده ملح وفلفل، عشان الملح برضو يديكي طعم حلو مع الدقيق. وهنا كانت الدفعة الاولى هي قربت تطلع. هقلبها، شايفين بقى لونها عامل ازاي؟ اللون ده يا جماعة من الدقيق الاصفر اللي انا قلتلكوا عليه، هو ده اللي مديها اللون الحلو.
وعامة حتى انتي برضو لو بتقلي فراخ او بانيه او اي حاجة يعني خاصة بالفراخ، لو حطيت لها الدقيق الاصفر ده تديه قرمشة وهتديه لون حلو زي ما انتوا شايفين كده. وانا هسيب لكم برضو الخلطة والمكونات بتاعتها في صندوق الوصف، عشان لو حابة برضو تكتبيها عندك وتجربيها هتعجبك. وقدمي بقى معاها طحينة وعيش، ولو عندك بقى جرجير او خس حاجة خضرة كده، او تعملي جنبيها سلطة، او تحطي جنبيها مخلل، وهتمشي يعني هتعدي. يعني دي أكلة اقتصادية جميلة، شايفين لونها عامل ازاي؟ هي يا فراخ يا جمبري اي حاجة مقرمشة كده طعمها حلو. لا بس صدقوني والله جربوها هتعجبكم قوي. وهنا كانت الدفعة الأولى طلعت، شايفين لونها عامل ازاي، أصفر ازاي ومقرمشة. بألف هنا وشفا. وفري ودبري، وفري ودبري وجددي في أكلك. أسيبكم بقى تشوفوها وهطلع لكم الدفعة التانية، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.